قد كده والله العظيم. وقفوا دقيقه يا جماعه، افتحوا دلوقتي الصفحه عندي على اكس هتلاقوا الفيديو ده نزلته، انا صورتهم كلهم بقى عشان خاطر تبقى على الملأ بقى. دول جوز مجانين مبدئيا يعني، عمر عبد الله وشابوني الاثنين دول مجانين يا جماعه عشان من الاخر يعني. وانا صورت كل حاجه وفضحكم هتبقى بجلاجل دلوقتي على كل حاجه ده انتوا في الهوبا ليسا. وبعدين صورت الاثنين دول قاعدين مع بعض وثابت يا عيني ملوش دعوه باي حاجه خالص. لا بس اشترك في الاخر والله. اخر ده وربنا اقول لك على حاجه، ده برنس ده اشترك بعد ما بطلت تصور. اه والله. بس بقول لك ده كان داير، ده كان في الشط على البحر وده بيرد على العيانين وانا هو ماسكين في صور. اخش على اكس دلوقتي والله اكس عندي على انا نزلت كل حاجه في الفاصل عشان كنت باكل يا ابراهيم. صورتني يا باكل؟ لا صورتكم انتوا في الاخر بس ده مجانين، انتوا مجانين يا جماعه. احنا بنتناقش ناقش. طب انا مش عارف شابوني ثابت، انت ايه رايك في فكره ان هم مش عايزين الاثنين يلعبوا ب 3-4-3 الماتش الجاي؟ لا بالعكس، انا ما قلتش كده. انا شايف ان انت لو هتقف لو بلوك زي ما دافعت وهتنوي الطريقه دي. انت قلت له اول لما قلت ايوه صح. لا ما هو في حاله انت ماسك الكوره، ما هو الكوره سيناريوهات. انت اللي نفعك في ماتش جنوب افريقيا. لا قول لي في الحاله الدفاعيه نعمل ايه، في الحاله الهجوميه نعمل ايه؟ ده اللي الحاله الدفاعيه لو انت نازل من اول الماتش انت خلاص هتعتمد ان انت هتقف ميديم بلوك، هتقفل المساحات، هترحل زي ما الكابتن حسام حسن عمل في ماتش ميديم بلوك ما فيهاش. وبعد كده هتقوم نازل تقف يعني تحت الكوره. انت هتدافع، انت خلاص هتسيب الكوره للفرقه الثانيه وهتقبل لعب. اقف 5-4-1 زي ما وقفت او 5-3-2. انا عندي مشكله لو دخل فيا اول جون هعمل ايه؟ انا على فكره من اكتر الناس اللي شكرت في الكابتن حسام حسن بعد الماتش اللي فات. ليه؟ مفيش ثغره واحده حصلت اثناء ما انت واقف قبل الطرد طبعا، وانت واقف دفاع متوسط ودفاع متاخر. طيب يعني انت شايف وانا كنت طريقه اللعب دي لازم تبقى متغيره. لو هتدافع انت نازل تلعب منتخب زي نيجيريا مثلا، انا شايف ان هو اعلى عناصر في البطوله. ماشي. ما تفتحش الملعب ضد نيجيريا، تنزل تقف بنفس الطريقه اللي قلت فيها. لو هتطبق، انا كنت متخوف في ماتش اوزبكستان. ماتش اوزبكستان ظهرت كل مشاكل منتخب مصر اثناء الترحيل والدفاع بال5-4-1 او 5-3-2. طب خلينا بقى نتشارك مع بعض. احنا كنا واقفين غلط وبنرحل غلط. ثابت خلينا نسمع ثابت ونخش مع بعض. لكن احنا لما عملناها في ماتش جنوب افريقيا بهذه الدقه، لا اعتمد ده بقى ضد فرق ضد السنغال وضد نيجيريا، هم اقوى منك، اقف كده. بعد ثابت بقى معلش. لو انا بقى مسكت الكوره هلعب ب6 عناصر بتدافع بال5-4-1 دي، ما انت كده عندك 6 بيدافعوا وانا هصنع فرص ازاي؟ لا ساعتها مفيش حد بيقول وانت معاك الكوره انك هتبقى بتلعب بالمجموعه. لا لو انا محتاج اهاجم من حسب ظروف الماتش، انا متاخر في النتيجه هعمل ايه؟ هلعب ازاي واتاخر في النتيجه؟ هلعب تحولات. ما انت بتلعب بالتحولات. انا متاخر هتحول ازاي؟ ما بيضغطش عليه اصلا، ده مطلوب مني امسك الكوره. انا اتاخرت في النتيجه فانا مش هتحول عليه، ده هو واقف مستني بيقول لي تعالى انا كسبانك اهو، هتعمل ايه؟ طيب اسمع ثابت. انا شايف ان انت بالنسبه لي انت راعي الطريقه ديت انت وفارس للامانه. انا شايف ان الكابتن حسام حسن يعني اصبح اكثر واقعيه، وبانت قوي في ماتش نيجيريا الودي ان هو عامل طريقتين قدام. من الاخر فرقه اقوى مننا هيلعب ب5 ورا، يعني الكواليتي بتاعهم اعلى. فرقه اقل منك هتلعب ب4 ورا، 4-2-3-1 وهتلعب لعبك. انا شايف ان هو عامل الحاجه المناسبه قوي. الماتش بتاع بكره لا ارجع ل4 عادي، مفيش مشكله خالص، لان انت بعد كده برضو في دور ال16 هتقابل فرقه اقل منك. يعني احنا معانا الطريق، يا ريت لو نستعرضه، مهم قوي. يلا. لان بعد كده من دور ال8 انت داخل على حرب. انت داخل على حرب في فرق هتضطر تلعب ب5، لان معلش برضو مهما كان. بص هنا الطريق بتاع مصر، اول حاجه طبعا هنقابل احسن توالد في دور ال16. يا اما بنين يا اما زامبيا يا اما اوغندا يا اما تنزانيا. ماشي. الاقرب بنين، الا لو زامبيا عملت مفاجاه قدام المغرب. ماشي تمام. بعد كده ان شاء الله لما نعدي دور ال8 هتقابل اول المجموعه الاولى، اول مجموعه اف اللي هو يا كوت ديفوار يا الكاميرون. لسه اتعادلوا مع بعض. هيقابل الكسبان من تاني هيقابل اللي هو تاني المجموعه اي اللي هو بوركينا فاسو او السودان، والاقرب بوركينا او السودان يعني. ماشي تمام. فانت كده في طريقك مين في دور ال8؟ الاقرب كوت ديفوار او الكاميرون. ماشي. واحد فيهم. بعد كده في نص النهائي السنغال. الناحيه الثانيه السنغال احسن توالد طبعا. السنغال هتعدي. تاني المجموعه ايه اللي هو مالي، وتاني المجموعه سي اللي هو تونس. كده مصر بعدت عن مين؟ بعدت عن نيجيريا، بعدت عن تونس، بعدت عن المغرب في حاله تصدرها المجموعه، وده شيء متوقع. خلاص رسميا انت بعدت عن تونس ونيجيريا. ماشي. والمغرب كمان والكونغو. ماشي. فانت الطريق ده، صعوبه الطريق في مصر هيبقى في دور ال8 يا الكاميرون يا كوت ديفوار، نص النهائي يبقى السنغال. فانا شايف ان انت تلعب ب4. عندك ماتش بكره هتجرب هتلعب مثلا ب4 4-2 عادي يعني 4-2-3-1 بس انت في حاجات هو اعتقد ان الكابتن حسام هيعمل كده. بكره مصطفى شوبير ماشي في حراسه المرمى. الاثنين المساكين حدي مش حدي ياسر ابراهيم لانه لعب ماتشين. حدي اللي لعب ماتش واحد بس، حسام عبد المجيد ورامي ربيعه. ناحيه اليمين محمد شحاته. ماشي. ناحيه الشمال احمد فتوح. ليه؟ لان انا افرض لا قدر الله محمد حمدي اتصاب، يبقى جاهز احمد فتوح قدامنا التشكيله اهو. الثلاثه اللي في النص مهند لاشين محتاجه قوي يكون بديل لمروان عطيه.
محمود صابر وامام عاشور. امام عاشور لازم ياخد، ما ينفعش ما ياخدش. ليه؟ عشان اجهزه. ماشي. عشان اجهزه في البطوله. ماشي. احمد زيزو برضو لسه ما جابش حالته. ماشي. فانا محتاج اجهزه اديله. ماشي. ابراهيم عادل بديل كويس، ينزل يقلب لي الماتش، عنده المهارات وعنده الحل الفردي. قدام مصطفى محمد ما خدش مباراه اساسي او ما شفتوش اساسي يعني، او نزل بعض الدقائق، فانا برضو محتاج ان انا اديله. فالتشكيله دي فيها مزيج من الاساسيين ومزيج من اللي انا عايز لعيبه اجهزها. تمام. شادي. هاخد كلام من عماره وكلام من ثابت، بصراحه عجبني. كويس ان انت ما اشتريتش لا من شابوني ولا من عمر عبد الله. دول هوبا لسه الاثنين هم دول حبايبي كده بيتخانقوا يا يعني. باشا في الفصل يا باشا. انا سايب الناس كلها تتكلم ونتعلم منهم يعني. ربنا يخليك. اتفضل يا شباب، محترم مؤدب. امين. انا هاخد من عماره حته ان انا عايز اثبت الثلاثه اللي في القلب دول. لانه انا هقول لك على حاجه ممكن شويه تاريخيا كده لينا في البطولات دي. انا بحس ان اللعيب المصري خطه ثلاثه في القلب دي بتريحه. ثلاثه في قلب الدفاع دي بتريحه شويه. احنا مساكين عندنا مهما كانوا كويسين، شيل محمد عبد المنعم على جنب لان ده طفره. المساك المصري شويه بيطمن لو في حد لعب وراه ليبرو او كده. فخلينا نثبت الثلاثه دي، انا مقتنع ان انا اثبت بيها طول البطوله. بس ممكن على حسب المنافس بغير بقى شويه، مثلا فتوح عنده مزايا هجوميه، فممكن لو انا في ماتش لقيت ان الخصم اسهل شويه ادي فتوح. ماشي. ادي مهام للعيبه الوسط. احكي لي قصه حد بكره. قصه حد بكره تمشي ازاي؟ انا مع ثابت مليون في الميه في التشكيل اللي حاطه ده. عاجبني جدا الموضوع ده، ان انا عامل شويه توازن. وكنت انا هقول اصلا قصه امام عاشور ده. امام لازم ياخد الماتش ده. امام ما جابش فورمه لسه. زيزو ما بس جابش مش في ناحيه الباك رايت، هو حط شحاته في الباك رايت. لا هو حطه في نص الملعب. لا يرجعوا مكانه تاني. يرجعوا مكانه. زيزو لازم ياخد لانه ما جابش فورمه لسه. ده مش مستوى زيزو. مصطفى محمد ياخد عشان برضو انت لو سيناريوهات الماتش اتغيرت زي ما شابوني قال، افرض اتاخرت مرموش فيرود هرمي، ممكن ارمي جنبه فيرود تاني. انا شايف ان مصر تاريخيا نجحت في البطوله دي لما كانت دايما بتلعب ان انا ما باخدش المبادره على قد ما انا بقف دفاعيا كويس قوي. على فكره دافع بالمناسبه حتى نسخه 2008 اللي هي اعنف نسخه هجوميه لينا، احنا كنا بنلعب تحولات على فكره. يمكن هي خداعه ان انت كسبت الكاميرون 4 وسهل حاجه 4. انت كنت بتلعب تحولات بس كنت بتلعبها بذكاء قوي، وكانت عندك اللعيبه اللي قادره تخدمها. وانا عاجبني كابتن حسام ان هو بدا اللي هو ايه، مفيش مشكله ان انا استفيد من فكره حمدي فتحي ليبرو. ما هو انا مش لازم كمدرب منتخب على فكره اخترع. ما هو انا اصلا بجمع اللعيبه قد ايه. انا استفيد من حالات اللعيبه دي احطه في المكان الصح. مدرب المنتخب يعمل تشكيل كويس لان هو ما عندوش اللعيب كل يوم يحفظه. تشكيل كويس، يجهز اللعيبه نفسيا كويس، يحضر سيناريوهات كويس. لو عملت الحاجات دي في البطولات المجمعه وتبقى بتدافع، اهم حاجه تدافع قبل ما تهاجم. قول يا بابا. طيب انا في النهايه بس عشان ما الكلام ما اوجز الكلام اوجز على الاخر. القصه كلها الشابوني يتكلم في فكره ان انا طول ما انا بلعب لو بلوك لازم العب 5. هو اولا الشكل الرقمي ما يمنعش ان انا العب لو بلوك ب4. ماشي خالص. بالعكس انا فكرتي ان لو بلوك يعني دفاع المتاخر متاخر يا جماعه شويه، اللي هو على حدود المنطقه. الدفاع اللي هو البشوات ما بيتكلموش اللغه بتاعتك. انت ما دفعتوش ماشي. اللي هو الزون ديفنس. أيوة. دفاع المنطقه. لو هلعب تحت الكوره دفاع منطقه ما عنديش مشكله، مش شرط العب 5. بالعكس انا بشوف ان الفكره الخمسه نقطه ضعفها فين؟ الخمسه فيها مشكله في فكره الترحيله بتاعتها، لان انا بشيل واحد من نص الملعب ارجعه ورا، والواحد اللي انا بشيله عشان اعوضه في نص الملعب بشيله من الناس اللي بتضغط في الخط الامامي. فبالتالي لما باجي ارحل او بروح الكوره في جنب من الجناب، المساحه اللي ما بين الباك والسنتر باك اللي هم الثالث ده المفروض تضم بتتفتح. لان لو السنتر هو اصلا عايز يعمل ايه؟ عايز يطلع السنتر باك ده من بيته عشان الهاب سبيس دي تتفتح للعيب. لو كده في الحاله الهجوميه لا الكره انا واقف تحت. انا واقف تحت والفريق اللي قدام بيهاجمني. الفكره اصلا في الخمسه ان انا لما اطلع الباك يقابل تقلب 4. ماشي. اصلا دي الفكره بتاعتها. طيب انا لما اجي العب فرقه راس مالها الجناحين بتوعها كده، ما عندي لود في الناحيه دي. فبالتالي دايما مشكلتها بتبقى في المساحه دي اللي ما بين الباك والسنتر باك، والمساحه العكسيه ما بين الباك والسنتر باك. لان الترحيله بتاعتك بتفتح. فعشان كده انا بقول ان هي مناسبه قدام جنوب افريقيا، الفريق اللي بيلعب من العمق. فعشان كده انا بحط دايما المنافس في المعادله. ما ينفع اللي يصلح لجنوب افريقيا مش شرط يصلح لتونس، مش شرط يصلح للسنغال. طريقه 4 اقول لك على حاجه 4-4-2 او 4-2-3-1. بس انا بقى بشوف ان اللو بلوك تنزل بقى دفاع المنطقه ده، او حتى لو هتطلع ميديم بلوك تطلع قدام شويه طالما مش ضغط عالي. دفاع متوسط مش ضغط عالي، مش على حدود منطقه جزاء. ممكن تلعب 4-1-4-1
طب دي بالذات الواحد الزياده اللي انت طلعته الخطوتين دول، ده بيبقى زي سكرين قدام خط الظهر. ليه؟ عشان لو السنتر باك طلع هو يطلع يغطي مكانه، وفي نفس الوقت الجناح اللي ورا قفل الملعب، عمق الملعب. فبالتالي اللي انا عايز اقوله بقى في القصه كلها، فاللي عايز اقوله في القصه كلها، حط المنافس في المعادله. لو هتلعب تحت الكوره، كيروش كان بيلعب مدافع ولا كان بيلعب مهاجم؟ لا مدافع. كان بيلعب بايه؟ تحولات وباربعه. كان بيلعب باربعه. كوبر كان بيلعب مدافع ولا بيلعب مهاجم؟ ماشي. الله يمسيه بالخير محمود فايز كان بيلعب باربعه. فبالتالي فكره ان انا العب لو بلوك لازم 5، لا مش لازم. حلو قوي، هديك فرصه ترد عليه بس فين؟ في الفاصل. امسك مخنا في الفاصل ونرجع نكمل كلامنا.